أصدقائي يمكن الريل ده هيكون فيه موضوعين هتكلم فيهم. الموضوع الأول لسه حالا عارف نتيجة انتخابات الاتحاد السكندري. مش هقولها بالأرقام لكن هقولها بالتسلسل الأبجدي. زي ما احنا عارفين إن ناجح بالتزكية بالانتخابات الأستاذ محمد سلامة رئيس النادي، وفي أستاذ إبراهيم شعبان نائب. أما بقى عن الانتخابات ففعليا بيفوز مرة أخرى وبيحافظ على مركزه كأمين صندوق للنادي الأستاذ حازم الرجال. هنروح بقى للسبعة اللي ناجحين، والسبعة فيهم تعديلات كتير جدا. يعني أستاذ أحمد رأفت عضو مجلس النواب، إسماعيل بيحافظ على مكانه، إسماعيل محمد بطل الطايرة ونجم نادي الاتحاد السابق بيحافظ على مكانته. الدكتور السيد فيصل واحد من الناس اللي كانت نزلت قبل كده، وده الدور ده عمل شغل كويس قوي وبيتمنى ان هو يعمل حاجه، بنقول له برضك مبروك. ايضا في الاستاذ محمد الحلو، ده سليل عيله الحلو، يعني اكيد فرحانين عيله الحلو بدخوله الانتخابات. بيدخل تاني واحد بقى من المجلس القديم استاذ محمد خميس. اما المفاجأة اللي من 3 أيام بعد حكم المحكمة ما تم، نجح، بس ده جايب أصوات عالية جدا. هشام التركي بيعود كعضو مجلس إدارة نادي الاتحاد، بنقول له مبروك. وأكيد هشام ده هيقع على عاتقه كرة القدم، لأن هشام التركي ده هو اللي كان جاب جده زمان لنادي الاتحاد يا جماعة، وجاب لعيبة كتير، فأكيد هيقع على عاتقه هذا الجزء اللي هو يعتبر ديفو جوه مجلس إدارة نادي الاتحاد. آخر السبعة الأستاذ ياسر عبد الله. معانا بقى الاثنين اللي نجحوا تحت السن، محمد رمضان أو الشهرة ميدو رمضان، والأستاذ الأخير معانا سامي بطيئة. دول كده مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري. يمكن دي أول واحد يعلن عن النتيجة، بس ما قلتهاش بالأصوات وكده. بنتمنى لهم التوفيق لأن عليهم مجهود كبير جدا. احنا مش هنقول لهم مبروك، لكن هنقول لهم انتم عليكم مجهود كبير قوي.